رملة بيضاء وفارسها جلمود صخر حطه السيل من عليه، سائر بالجبال سرعته، وللمستحيل ند ومعترك. مع تطورات دورات الألعاب الأولمبية الشتوية وتوالي السنين والأيام عليها، رياضات جديدة انضمت وحفرت أسماءها بماء من ذهب. في ثمانينيات القرن التاسع عشر افتتح محبو هذه الرياضة أول ناد رسمي لهم في أستراليا، منها انطلقت إلى أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. أما مشاركتها في الأولمبياد فبدأت في ألمانيا في دورة عام 1936 من القرن الماضي. من أعالي الجبال ينطلقون مع مسارات ثلجية معبدة أو عشوائية، التفافات يتضمنها السباق صغيرة كانت وحتى كبيرة. أما سرعة المشارك فتصل إلى حاجز 100 كيلومتر في الساعة. عقودا كاملة مورست هذه الرياضة من المئات من محبي المخاطر. خطورتها وكثرة الإصابات فيها كانتا العائق الأول لتنظيمها كبطولة رسمية. في العام 79 تم إدخال الفريستايل رياضة رسمية في برنامج الاتحاد الدولي للتزلج، رافقتها قوانين صارمة في تقنيات القفز والمنافسة. انخرطت في البرنامج الأولمبي في عام 1992 في مدينة إلبرفيل الفرنسية. الرياضة الوحيدة في الأولمبياد التي أدخلت حديثا في عام 98 في اليابان من دون أي حدث مشابه سابقا. منافسات عديدة اشتمل عليها السنوبوردينج، من الحركات الفنية من منصات القفز إلى الالتفافات على المنحدرات، وأيضا مسابقات نصف الأنبوبة. قد لا تصدق العين أن رياضات الثلج هذه تشعل الأجواء أينما حلت لهيبا وحماسا. حفرت نقوشها بمحبين وأبطال منذ سنين ما قبل الميلاد، واليوم وغدا وكل دقيقة هي رسالة من رسالات الرياضة أجمع. سلام ومحبة وأخوة.